أحسن الله إليكم. هذا أحسن الله إليكم فلان الأحقاقي يقول: أنا شيعي وأريد أن أتسنن ولا أعرف كيف أبدأ وماذا أفعل، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الأمر يسير جدا. والأخ يعني صيغة سؤاله تشعر أنه من أهل الكويت، يعني بلهجة. الأمر يسير جدا، وهو أن يعني تكفر وتنكر ما عليه الرافضة من الغلو في الأئمة في أهل البيت، من دعوى يعني الغلو فيهم بدعائهم والاستغاثة بهم والبناء على قبورهم، بأن تعتقد أن ذلك منكر، وأن أهل البيت لهم حق، أهل بيت الرسول حقهم علينا محبتهم ومعرفة فضلهم لإيمانهم وقرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تؤمن بفضل الصحابة وأنهم أخيار، ضد ما تقوله الرافضة من أنهم كفار فساق، وتنكر بقلبك وبلسانك ما عليه الرافضة من سب أبي بكر وعمر، وتبرأ، يعني أن تبرأ من هذه، من بغض الرافضة للصحابة وسبهم لهم وغلوهم في أهل البيت بدعوى العصمة لهم أو بدعائهم والاستغاثة بهم وبما يعملونه من مظاهر الغلو من بناء القبور، أن تبرأ من هذا كله بقلبك وبلسانك، وإذا علم الله منك ذلك فالله يحفظك، ونسأل الله لك الثبات. فالأمر سهل، لا يحتاج إلى، هي من عندك تؤمن بفضل الصحابة وفضل أبي بكر وعمر، وتؤمن بفضل أهل البيت، لكن لا مع غلو ولا تعصب، وتبرأ من الشرك الذي تفعله الرافضة أو وسائل الشرك كالبناء على قبور التي تسمى المراقد، فتكون بذلك من أهل السنة، لأنك تؤمن بالله ورسوله وباليوم الآخر، بذلك تكون من أهل السنة، لأن هذه أصول أهل السنة وهذه أصول الرافضة. أصول أهل السنة هو الإيمان بالله ورسوله والاعتراف بفضل الصحابة وبفضل أهل البيت، بيت الرسول علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وأولادهم المؤمنون، لكن من غير تعصب ولا غلو ولا شرك ولا تفضيل لأحد على من هو أفضل منه. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ السائل قبل قليل الأحقاقي يقول: يا شيخ، أنا مقاطع أهلي من 9 سنوات لأسباب دينية. لا تقاطعهم، المقاطعة ما تأتي بخير. سل رحمك، أهلك، أبوك، أمك، لكن يعني ومن صلتهم أن تناصحهم ولا تشاركهم في الشر الذي أنت تقول عنهم. المقاطعة ليس شيء، يعني تهجر أباك وأمك لأسباب، ما هذه الأمور الدينية التي تقول، هذه يحتاج إلى شرح. والذي سأل قال يريد يتسنن. أحسن الله إليكم. هذا الأخ الذي سأل كان رافضي ويريد يتسنن. حتى ولو تسننت هذا ما يمنع، يعني ما يجب أن تقاطع أهلك إلا إذا كنت تخشى شرهم أنهم يصرفونك. أما إذا كان أنهم ما يصرفونك ممكن تصل والديك، ممكن أنك تكون السبب لصلاحهم بعد
إذا تمكنت واستقر في السنة في قلبك وفي سلوكك، يعني كونهم على هذا المذهب لا يوجب منابذتهم ومقاطعتهم، لكن هذا يوجب بغضهم في الله مع أداء واجب القرابة والرحم. أحسن الله إليكم. صاحبنا الأحقاقي هذا يسأل كذلك، يقول ما حكم النكت الطائفية؟ يعني يقول ما حكم النكت الطائفية؟ النكت الطائفية ما أعرف. هو مثل قال مثل قول يعني الروافد سني عطشان رواه مسلم. يقول مثل يعني قول الروافض سني عطشان رواه مسلم، لأني دائما في مجالس الشيعة يقولون مثل هذه النكت، فماذا أفعل فيها وهل أنصرف منها؟ يعني على كل حال ما دامت إنها نكت يقصد منها الطعن على أهل السنة فلا تجلس معهم، ما دام يعلقون على أهل السنة ويغمزونهم ويسبونهم لا تجلس معهم، لا تجلس معهم ما دام يتكلمون بالباطل من سب أهل السنة أو الطعن في الصحابة، أو حتى أهل السنة إذا كانوا يتكلمون كلاما محرما من غيبة وسخرية ببعض المسلمين لا تجلس مع هذا الصنف، سواء رافضة أو سنة. نعم. أحسن الله إليك. أنكر عليهم لهم كفوا اتركوا، إن كانوا يستجيبون كانوا لا يستجيبون الحمد لله.